أهلا and welcome back to my YouTube channel. أنا مريم وده فلوج رقم 35. أهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. رجعت لكم بفيديو الشهر، وفيديو المرة دي مختلف ومش زي أي شهر، لأني أنا الحمد لله كملت سنة من البوليت جورنالينج. لو انتم مش فاكرين او انتم جداد في القناة، انا بدأت معاكم البوليت جورنالينج ده شهر يوليو 2025. وانا بصراحة اول ما بدأت ما كنتش متأكدة خالص اذا كنت هعرف اكمل ولا لا، يعني كنت فاكرة اقصاها 3-4 شهور، لكن سبحان الله اديني النهاردة هو بحتفل معاكم بسنة كاملة، عشان بجد البوليت بلاننج فرق معايا جدا. فالنهاردة وبعد سنة من البوليت جورنالينج انا راجعة اوريكم شهر يوليو 2026. فمن غير ما اطول عليكم، تعالوا مع بعض اخدكم لفه في البوليت جورنال كله واوريكم ايه اخر التجديدات اللي عملتها في يوليو. بس قبل ما نبدا ما ننساش نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، ونفعل زر الجرس. يلا بينا. اول صفحه معانا في الجورنال هي اسمي اللي هو مريم سفارك بوليت بلانر، وبعدين عندنا صفحتين. اول صفحه هي تعريف عن النفس، كل حاجه عني، واهدافي في الحياه عموما ومن البوليت جورنال مخصوص. ونبدأ أول شهر معانا كان يوليو 2025. ده كان الثيم كان بحر، بس زي ما انتم شايفين كان بسيط جدا، يعني أنا كنت لسه بكتشف إيه هو البوليت جورنالينج وبيتعمل إزاي، فما كنتش مبدعة كفاية، يعني كان طالع بسيط. ندخل بقى على أغسطس. زي ما انتم شايفين بدأت أزود الألوان، عاملة ثيم صيفي مختلف. كمان انتوا تقدروا تشوفوا كل بقى التغييرات اللي مرت بيها كل الجورنالز دي على مدار السنة، عشان هتشوفوا كمان ان يوليو 26 متغير تماما، فكل الفيديوهات هتلاقوها على القناة قبل كده. جورنال سبتمبر ونهاية الصيف وبداية الخريف، البيكنيكس والألوان الفقعة الحلوة. وبعدين معانا أكتوبر 2025، الخريف، الألوان الخريفية، الأورنجز، البنيات والأصفرات والحاجات دي. وده كان ثيم نوفمبر، الشتاء، بداية الشتاء والألوان الغامقة والكحليات والحاجات دي. وديسمبر والثيم الأقرب إلى قلبي، أكتر ثيم أنا بحبه، اللي هو الباربي. ده من أكتر الثيمز اللي أخذت مني شغل ورسم التفاصيل الدقيقة دي، بس بحبه جدا. وبكده نكون خلصنا التدوين النصف السنوي بتاع 2025. قفلت نص السنة ده وعملت صفحتين ريفيو عن كل الثيمز اللي أنا عملتها بكل البوينتس عشان أخد بالي السنة اللي جاية. وبدأنا التدوين النصف السنوي التاني بتاع 2026. أنا الصفحة دي هي بتبقى عندي في أول كل نص سنة، يعني دي بتاعت 25 هوريها لكم. بحط ان هي 25 الشهور، وبكتب وصف سريع للشهر بعد ما يخلص. فدي كانت بتاعت 25، دي بتاعت 26. انا هنكتب يونيو ان شاء الله قريب. بدأنا التدوين النصف السنوي الثاني ل 2026، وأول معنا شهر يناير، والشهر اللي نزل فيه التلج كمان في بولونيا. فسبحان الله أنا كنت عاملة الثيم بتاع الماونتنز والتلج، ونزل فعلا التلج في المدينة. بعدين معانا فبراير والالوان الباستيل، انا مسمياه رويال باستيل، اللي هو حاجات ملوكي بس بالالوان الباستيل الفاتحه. مارس وده المقرب برضو لقلبي، شهر الربيع والالوان الفاقعه، انا اي حاجه فيها بينك يا جماعه هتبقى قريبه لقلبي. وبعدين معانا ابريل، بما ان انا كان وانا صغيره لوني المفضل هو الاخضر، قررت ان الشهر بتاع عيد ميلادي يبقى الثيم بتاعه اخضر. الجورنال اللي قبل الاخير مايو، وده الثيمز بقى اللي هي الكافيه، اللافندر كافيه، اللي هي متوصله الصفحتين ببعض. دي كنت اول مره اعملها، فكره جديده ما عملتهاش قبل كده. واخر حاجه وصلنا ليونيو، انا بصور الجورنال يوم 28، فده ثيم الصيف الاخير في تدوين نصف السنوي الثاني بتاع 2026. فبس يا جماعه، متخيلين ان احنا بقالنا السنه كامله بنعمل البوليت جورنالينج ده؟ يعني بدأنا نص سنة بتاع 25 وخلصنا نص السنة التاني بتاع 26، والحمد لله هنبدأ النص الأخير بتاع 26. وهنا أنا بقف لحظة بس عشان أقول لكم عن بجد أهمية التدوين، سواء بولت جورنالينج أو تدوين عموما، مذكرات، يوميات، أي نوع من أنواع التدوين. بجد مش هتعرفوا قيمته أو أهميته إلا لما تجربوه وتلتزموا بيه وتقعدوا عليه وقت طويل. بجد هتطلعوا كل حاجة في مخكم على الدفتر، يعني تفضوا دماغكم. أنا دي برضو مذكراتي اليومية بتاعت 26، بكتب كل حاجة بالتفصيل فيها بره التدوين اللي هو الجورنالينج ده. فافتكروا ان هو it's never too late، تقدروا تبدأوا في اي وقت.
تعالوا برضو اخدكم في لفة سريعة على يونيو كان ماشي ازاي. الهابت تراكر بتاعتنا، البادجت زي ما اتفقنا هنخبيها. بعدين معانا هتشوف طبعا التغييرات اللي هتحصل في يوليو. معانا المود تراكر والهايلايت اوف ذا داي، وبعدين معانا البيست اوف اني ثينج تقدروا توقفوها وتشوفوها، والسوشيال ميديا. انا عارفه الشهر ده ما صورتش كتير، بس ان شاء الله في محتوى جاي جديد، والدايرة بتاعتنا اليوميات القصيرة اللي بنكتبها. وبعدين زي كل 6 شهور لما بنقفل ونعمل صفحة جديدة لل6 شهور الجداد، ده اللي احنا عملناه. التدوين النصف السنوي الثاني بتاع 26 ان شاء الله من جولاي لديسمبر، من يوليو لديسمبر. قبل ما اوريكم جورنال يوليو 2026 في حاجة عايزة اقول لكم عليها، هي ان الدفتر مش هيكمل معايا. يعني انا بعمل 10 صفحات لكل شهر، فالكميه اللي هتفضل مش هتكفي ان انا اقفل 26 كلها. فاللي عملته ان انا لغيت صفحات تاني، هتشوفوهم دلوقتي، لغيتهم واختصرت الجورنال اكتر واكتر، بحيث ان يكفي اني اخلص 26 واقفلها، بحيث اقفل الدفتر ده وان شاء الله ابدا 2027 في دفتر تاني خالص. جاهزين تشوفوا الجورنال الجديد؟ أهلا بيكم في جولاي 2026. الشهر الثيم بتاعه اوشن. ليه اوشن؟ عشان جولاي 25 كان سي، فكان صغير، بحر صغير، لكن قلت ان انا هخلي بقى جولاي ده على سكيل اكبر وعلى ثيم اكتر. زي ما انتم شايفين هم 3 الوان، هنا انا مستخدمها فوق الست 7 8 الوان. زي ما انتم شايفين تفاصيل الرسم، يعني هنا هتشوفوا الخلفية باينة قوي، لكن في جولاي 26 هتشوفوا الخلفية قليلة، الرسم كتير. نفس القصة برضو في الحكمة بتاعتي، أنا اخترت أن أنا أحط نفس الحكمة تاني في نفس الشهر، اللي هي بتقول استمتعي فالرحلة أجمل ما فيها هو الطريق وليس الوصول. زي ما انتم شايفين اول تغيير كبير هو ان الشهر والكالندر معمولين في صفحه واحده. انا كنت بعملهم في صفحتين منفصلين، بس ده اول تغيير. فعندنا الشهر والكالندر في اول صفحه على الشمال، وبعد كده الهابت تراكر بتاعتنا على اليمين هي. قلت بقى بمناسبة السنوية فهعمل أكتر جورنال أنا تعبت فيه. أنا بجد تعبانة جدا في تفاصيل الرسم دي، بس الحمد لله مبسوطة جدا بالنتيجة، ومبسوطة إن أنا بعمله احتفالا بأول سنوية من التدوين. وتاني صفحتين معانا هما البادجت تراكر والمود تراكر. زي ما انتم عارفين البادجت بتاعتنا هي بنفس الجدول، والمود انا عملته على شكل نجوم البحر، في كل نجمه بتعبر عن يوم، فان شاء الله تبقى ايامنا كلها حلوه. لكن زي ما انتم شايفين المره دي ما عندناش هايلايت اوف ذا داي، فانا هكتفي بس باني اكتبها في التدوين بتاعي المذكرات اليوميه عشان اعرف استخدم عدد الصفحات كفايه. واخر صفحتين معانا البيست اوف اني ثينج والسوشيال ميديا تراكر. السوشيال ميديا جدولنا هو والبيست اوف اني ثينج هم الست حاجات. السوشيال ميديا لو مش عاملين لي فولو على السوشيال ميديا يا ريت تعملوا لي ده اكونتي، ولو مش عاملين لي سبسكرايب على اليوتيوب يا ريت برضه تعملوا لي سبسكرايب ولايك للفيديو. بس كده ده كان جورنال يوليو. قصر جدا زي ما انتم شايفين، هم 6 صفحات من 10. اول صفحه كانت اللي هي الشهر والكالندر كل واحده في صفحه، فاختصرتهم في صفحه واحده. شلنا الهايلايت اوف ذا داي وشلنا الصفحتين بتوع الدايري. ليه على الدايريز؟ لان انا كده كده بكتب يومياتي بتفاصيلها في الدفتر ده، فمش محتاجه اسيبها. وبحيث ان احنا نخلي الصفحات او الورق اللي باقي يكفيني ان انا ان شاء الله اقفل 26 زي ما قفلت 25، ونبدا ان شاء الله 2027 تدوين 27 في دفتر جديد. هنا بوريكم التقفيل اللي انا عايزه اعمله ل 26، اللي هو اختصر السنه واقيم الثيمز اللي انا عملتها، بحيث تبقى مرجع ليا ان شاء الله للسنه الجديده. بس كده يا جماعة ده كان جورنال يوليو 2026. سنة سعيدة عليا وعليكم من التدوين السنوي. بجد بجد التدوين أو الجورنالينج فكرة حلوة، فكرة لازم تجربوها على الأقل فترة قصيرة من حياتكم. جربوها وبعد كده شوفوا تأثيرها هل هتفرق معاكم ولا لأ. وافتكروا دايما ان هو it's never too late ان انتوا تبدأوا. يعني لو ما كنتوش بدأتوا قبل كده فتعالوا نبدأ مع بعض تدوين نصف سنوي جديد على الأقل، بس نعمل لنص سنة 6 شهور دي نكتب فيها كل تفاصيل وكل حاجة بنعملها في حياتنا، ان احنا نفرغ الأفكار والالتزامات اللي عندنا في مخنا على ورقة قدامنا. ده بيفرق جدا في إنتاجيتنا وبيفرق في طاقتنا. وممكن على فكرة عادي يعني التدوين يبقى اللي هو تكتبوا مذكراتكم اليومية، مش لازم تعملوها على نفس السكيل
بتاع الرسم والحاجات اللي انا بعملها. يعني زي ما انتم شايفين انا اخدت وقت طويل عشان اتطور واغير واجدد. انا حذفت على مدار السنه في صفحات كتيره حذفتها وشلتها، وغيرت كتير في الجورنال، جربت ايه اللي مريحني وايه اللي مش مريحني. فابدأوا فيها، ولو بدأتم أكيد مستنية أشوف شغلكم. ولو أنتوا أصلا بتعملوا جورنالينج يا ريت تبعتوا لي شغلكم أشوفه. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبقى نص سنة سعيد عليكم. نص الأولاني من 26 فات، فلو ما حققناش حاجة احنا لسه قدامنا إن شاء الله 6 شهور جايين نقدر نحقق فيهم كل اللي نفسنا فيه، ونبقى النسخة الأفضل من شخصياتنا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للشانل، وتفعلوا زر الجرس. ولو مش عاملين لي فولو على السوشيال ميديا، ده اكونتي على السوشيال ميديا عشان تعملوا لي فولو. اشوفكم الفلوجات الجايه. تشاو.